من اكتر الاسئله اللي اتكررت كتير جدا وكان لازم اعمل عنها فيديو انها فعلا اتكررت كتير جدا، وانا شخصيا برضو كنت محتاره زيكم كده بالظبط، هل اسيب الدرس ولا اكمل اونلاين؟ وخصوصا ان الاونلاين في مراجعات جامد جدا حرفيا. انتوا عارفين ان انا من زمان مش بايد الاونلاين، بس الكلام ده كان في وقت الشرح مش في وقت المراجعه. فدلوقتي قرارنا او كلامنا هيختلف، ولكن في حدود معينه ومبادئ هنمشي عليها في الفيديو ده. فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زهراء، أهلا بكم في فيديو جديد. أولا خلينا متفقين على مبدئين كده، مبدئين هنمشي عليهم طول الفيديو أو هتحدد منهم تسيب الدرس أو لا. أولا العربي يا جماعة، طول ما المستر بتاعك مجتهد وبيحل معاك كتير، المستر بتاعك بيحل معاك كتير جدا ودايما على طول سباق بصراحة، ويعني سباق بقى ومجتهد وبيحل معاكم كتير وعلى طول يعني تحس ان انتوا بتروحوا بتستفادوا فعلا، او يعني بيخليكم تلتزموا وتلتزموا ان انتوا تحلوا. فكملوا في العربي للنهايه، اصلا انتوا لو اهملتوا العربي بجد هيجوا على حساب المواد الثانيه، والعربي 80 درجه اللي هو حاجه مش قليله خالص، فانا مش عايزاكم تهملوها ابدا. فالعربي طول ما المستر بتاعك مجتهد كمل معاه وما توقفش. تاني مبدا معانا، لو انت ما خلصتش المنهج اوعى تسيب الدرس. لو ما خلصتوش المنهج يا جماعه اوعى تسيبوا الدروس، مش هتضيعوا نفسكم على اخر فرصه. نخلص المنهج الاول وبعد كده هنقرر هل هنسيب الدرس ولا نكمل مراجعه على اساس الحاجات اللي هنقولها في الفيديو ده، لكن ما تضيعش نفسك في الاخر. تمام؟ بالنسبه ليا زي ما قلت قبل كده ان انا في المراجعه طول عمري مش بعتمد على اي مدرس، وانا مقتنعه جدا ان المراجعه طالب، يعني الطالب هو المسؤول عن المراجعه، حضرتك انت المسؤول عن المراجعه بتاعتك، لان ده مستقبلك كده من الاخر ودي حياتك انت من الاخر يعني. فلازم يكون الطالب مجتهد جدا جدا في ايام المراجعه. فانا بالنسبه ليا بصراحه انا ما كنتش بعتمد على اي مدرسين زي ما انا قلت قبل كده. وعلى سبيل المثال بقى، اول حاجه معانا الفيزياء، كنت بنزل الفيزياء ونظامها موجود في فيديو الفيزياء بتاع ازاي نراجع الفيزياء. كنت بنزل الفيزياء علشان المستر كان عاطينا مذكره على الابواب، المذكره دي ما كانش ليها اجابات، ولكن انا كان ممكن اخد الاجابات من صحابي عادي واقعد في البيت برضه عادي جدا، ولكن انا كنت شايفه ان المستر بيثبت لي المعلومه. المستر فعلا ان هو مجتهد جدا، وخلينا متفقين برضه ان مدرسين الفيزياء بيتعبوا جدا بصراحه. فالمستر كان مجتهد جدا وكان بيثبت لي المعلومه، وحاجه انا كنت بستفيد منها. وكمان كنت بقول لكم زي انا على طول سابقه، فكنت اصلا مخلصه المذكره ديت، وهقول الكلام ده ان شاء الله. كنت اصلا مخلصه المذكره ديت من بدري يعني، فكنت بروح اللي هو براجع الاسئله كمان معاه وبحل معاه. فانا كنت شايفه ان المستر كان بيثبت لي المعلومه، فكنت مكمله لحد ما خلصت الابواب، لحد ما خلصت الابواب. اصبر. والكيمياء برضو المستر بتاعنا كان بيحل سؤال سؤال تفصيليا كده، فكان بيثبت لنا المعلومه، وكمان كان بيخليني اللي هو ازاي افكر وكلام من ده يعني، فاللي هو كان يعني حاسه ان هو كان بيثبت لي المعلومه كويس قوي، وكان بيخليني يعني بثبت على الحاجه، لان انا برضو كنت سابقه في الكيمياء. يا جماعه انتوا امتحانكم بدري عن امتحاننا، اللي هو كان امتحاننا يعني، فانتوا امتحانكم بدري، فانتوا لازم تكونوا مسبقين، فلو هتنزلوا الدروس المعينه اللي هتنزلوها لازم تكونوا مسبقين كتير، فبحيث ان انتوا مثلا اما تيجوا تروحوا الدرس ده تراجعوا على المراجعه اللي انتم راجعتوها اصلا. فاللي هو يعني انا كنت بروح بس انا مسبقه كتير، انا مسبقه عنهم مش كتير قوي يعني في الكيمياء، بس كنت مسبقه عنهم. فكنت برضو معاه لحد مثلا ما خلصنا الابواب. الجيولوجيا وده مهم جدا، خدوها اونلاين، انا بجد اونلاين في الجيولوجيا افادني كتير جدا جدا فوق ما تخيلوا. وكذلك الاحياء برضو لما المراجعات تنزل مثلا باخدها اونلاين، ولكن انا اساسا كنت بكمل يوتيوب عادي يعني، ممكن تمشيها لوحدك يوتيوب اصلا. انا كنت بغيب كتير جدا، كنت بغيب كتير جدا من الدرسين دولت، بس ما كانش عندي الجرأه الكامله ان انا اوقف الدرس تماما، فكنت بقعد اغيب كده وخلاص. وكنت بذاكرهم من على اليوتيوب، وكنت مع نفسي برضو وكنت كويسه جدا. ولكن يعني انا كنت شايفه ان الدرس يعني ممكن الدرس اللي هو بيضيع لك وقتك مثلا او مش بيضيف لك جديد، لو الدرس مش بيضيف لك جديد او ضيع لك وقتك وانت ما عندكش الجرأه انك تعمل حاجه زي كده، لا اعمل حاجه زي كده طالما انت في المراجعه. فالجيولوجيا والاحياء انا شايفه ان انتوا لو اخدتوها اونلاين هتفيدكم كتير جدا، على عكس مثلا الفيزياء او على عكس الكيمياء. دول اكتر اتنين ارجح بشده ان تاخدوها اونلاين. والمراجعه يا جماعه ما فيهاش هزار، لو فكرت بس تكسل، لو فكرت بس مش لسه كسلت، لو فكرت تكسل انزل بسرعه الدرس او اتصرف مع نفسك، لان فعلا فعلا المراجعه ما فيهاش هزار، ده مستقبلك انت وحياتك انت، فما فيش هزار بقى في الموضوع ده خلاص يعني، ما تفكرش حتى انك تكسل. فحتى كمان لو يوتيوب، على فكره مش شرط الاونلاين انك تشتركوا كده، لو اليوتيوب كافي جدا، واليوتيوب اكبر منصه تعليميه فيها كل حاجه، فحاولوا تمشوا اموركم وما تكسلوش. ها؟ العربي بقى زي ما قلت بالظبط، المستر بتاعنا ما كانش عاطينا حرفيا فرصه ان احنا نزود، على طول كنا بنحل PDF وكل الكتب، وكان معانا كتاب كنا بنحل من كل الكتب، ما كانش عندنا فرصه ان احنا نزود، بس برضه في الاخر حاولت ان انا ازود شويه عشان اظبط النحو واظبط شويه حاجات كده. ولكن العربي احنا متفقين ان احنا هنكمله للنهايه. الفرنش خلصنا مراجعتنا وكل حاجه في رمضان، كنا مخلصينه بدري جدا يعني، احنا كنا مخلصين كل حاجه في رمضان، وبعد كده اخدنا حصه واحده بس في الاسبوع، شويه بعد رمضان اخدنا حصه واحده بس في الاسبوع كده شويه، بعدين قطعنا الفرنش خالص. بس يا جماعه بجد الفرنش يعني من الحاجات اللي انتوا لازم تضمنوها، تقفيل تقفيل، هو محدش يهملها على حساب المواد التانيه، لازم الماده دي بالذات تتقفل وتضمنوا كده درجاتها، علشان يعني هي دي اللي مضمونه، فنهتم بيها وما ننساش المنهج ابدا.
يعني احنا كنا مخلصين بدري وكل حاجه، بس برضه المستر كان متابع معانا اونلاين، او كان متابع معانا على الواتساب وكده. وكنا بننزل مثلا كل اسبوع حصه، او وبعد درس على طول، هو بعد درس الكيمياء على طول كنا ننزل مثلا، بحيث ان احنا نثبت المعلومه مش اكتر يعني. الانجليش برضو كانت اخر حاجه معايا مراجعه اليونتس. لما خلصت مراجعه اليونتس كلها كنا على اخر رمضان، خلصنا رمضان بمراجعه اليونتس. بعد رمضان بقى اللي هو بعد العيد ما نزلتش غير حصتين كده ولا حاجه، وما عدتش بنزل. كنت بجيب المذكرات اللي المستر كان بيقول عليها، كنت احلها، وكنت اسال اي حد من زمايلي يبعت لي الاجابات، كنت اصحح وخلاص. برضو ما اهملتهاش. انا لو كنت اهملت اي حاجه كنت بنزل على طول. ولكن طالما انت مش مهمل خلاص، يعني ما تجيش على حساب اي ماده، وخصوصا اللغات من الحاجات يا جماعه اللي ممكن تضيعكم. يعني مثلا الانجليش، الفرنش، دول تحاولوا تقفلوهم بقدر الامكان، اللي هو دول تقفيل كده. الخلاصه ان انت بعد ما تخلص المنهج وتبدا تشوف المراجعات، تبدا تراجع مع نفسك. بعد ما تخلص المنهج هننبه عليها فيديو كل شهر يا جماعه. انت كل اسبوع كده تجدول الدنيا مع نفسك، وتجدول مراجعتك عن نفسك، وتبدا مراجعه. تروح الدرس بتاعك، هل شفت ان المستر بتاعك ضاف لك جديد، او ضاف لك حاجات جديده، او شايف ان انت مثلا ملتزم وانت معاه، او شايف ان انت ما تقدرش تستغنى عنه من الاخر كده، كمل معاه. لو شايف ان هو مش بيضيف لك جديد، وحاسس انك لما تقعد في البيت هتنجز اكتر وتوفر وقت اكبر، اقعدوا كملوا على اليوتيوب منصه تعليميه كبيره جدا وفيها كل حاجه. انا ما كملتش اي درس الاخر خالص، كنت زي ما قلت لكم كنت تقريبا بخلص الابواب. اول يونس مثلا كنت خلصت الابواب وخلاص، ما كملتش في ولا درس نهائيا بعد كده. يعني خلصت الابواب وخلاص ما كملتش، ما عدا العربي يعني كملت لحد 19/6 لحد ليله الامتحان، يعني كملت لحد العربي. وكمان يا جماعه الاحصاء او الوطنيه او الحاجات من دي محدش فيها ينزل اي درس، محدش ينزل اي دروس خالص، لسه بدري جدا. واصلا ما تنزلوش حتى بعد كده دروس. هتقولوا منهج كبير على نفسه، روق يا جماعه كده. انا ما ذاكرتش بتاع دي غير في يومين، ما ذاكرتش الاحصاء دي غير في يومين، هو فعلا منهج ما ذاكرتهاش غير في يومين، ورحت قفلتها عادي جدا، ما كانش في بالي اصلا. وكمان اليومين ما كانوش كاملين اساسا يعني. فاللي هو عادي، ولا تعبروا فيها خالص دلوقتي. كل اللي انت عايزه انك تنجح يا عم. في مراجعات ليله الامتحان بتنزل، ركز في ديت وخلاص، ما تفكروش فيها دلوقتي نهائيا. والمبادئ اللي احنا قلنا عليها يا جماعه نمشي عليها عشان ما نروحش في داهيه كلنا. وبس كده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا لايك اللي هي 1 كليك، فاعملوا لايك، اعملوا اشتراك في القناه لازم، اشتركوا في القناه. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.